بيقول لك ان التجميعات الاقتصاديه مش بتقدم اداء قوي جدا سواء في الجيمنج والمونتاج. ابعت لي الفيديو ده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عامل ايه يا صديقي؟ واهلا بيك في فيديو جديد. طبعا كلنا شايفين المعالجات الجديده اللي بتنزل وكروت الشاشه اللي بتطلع، وطبعا احنا مالناش دعوه بيهم، واليوتيوبرز الكبار مهتمين بالتجميعات الغاليه وسايبين التجميعات الاقتصاديه. انا النهارده معايا افضل التجميعات الاقتصاديه واللي بتبدا من 50 دولار حوالي 2500 جنيه مصري لغايه 500 دولار حوالي 25000. يعني مهما كانت ميزانيتك هتلاقي التجميع المناسبه ليك في الفيديو ده. تجميعات هتديك اداء ممتاز سواء في الجيمنج او المونتاج. قبل ما نبدا الفيديو لازم تحدد ميزانيتك، لانه كل جنيه بيفرق معانا في التجميعات. وكمان عشان الفيديو ما يطولش عليك مش هعرض لك اختبارات للالعاب، لكن هقول لك على طريقه من خلالها تقدر تشوف بيها اختبارات العاب لاي تجميعه. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وكمان تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، تدعي علينا المستضعفين في كل مكان. ومن غير تاخير يلا بينا على الفيديو بتاعنا. وفي البدايه هقول لك ازاي تجيب اختبارات العاب لاي تجميع هقولها في الفيديو. بص يا صديقي، انت هتروح على اي متصفح انت بتستخدمه، وهتدخل على يوتيوب وتكتب في السيرش اسم المعالج والكارت اللي انت محتاج له اختبارات العاب. مثلا انا محتاج اختبارات العاب للرايزن 5 3600 وكارت جي تي اكس 1660 سوبر. هكتبهم في البحث وهلاقي اختبارات العاب كتير جدا. وبس دي كانت الطريقه. تعالى بقى للفيديو بتاعنا. قبل ما ادخل على اول تجميع معنا يا صديقي حابب اقول لك ملحوظه. احنا في فئه اللي من 50 دولار لغايه 300 دولار افضل خيار هيكون المستعمل، وبعض القطع هتكون استعمال شخصي يعني مع الكراتين. تعالى بقى لاول تجميع معانا وهي تجميعه ال 50 دولار حوالي 2500 جنيه مصري. في الميزانيه دي افضل الخيارات هي كيسات الاستيراد. في كيسه كويسه اسمها اتش بي 8300. عندنا اصدارين من الكيسه دي يا صاحبي، اصدار تاور واصدار ديسك. احنا هنجيب الاصدار التاور عشان نعرف نركب كروت شاشه قوي شويه. ومواصفات الكيسه كالتالي: جايب معالج اي 5 من الجيل الثالث ورامات 8 جيجا وهارد 500. الكيسه دي سعرها تقريبا 35 دولار حوالي 1800 جنيه مصري. وطبعا يا صديقي لو انت بتسمعني من بره مصر لازم تراجع السوق المحلي بتاعك وتشوف الاسعار، ممكن تلاقي الاسعار اقل شويه او اكتر شويه. وهنجيب على الكيسه ديت اس اس دي 128 جيجا وكارت شاشه ار 5 240 1 جيجا. الكيسه كويسه جدا وهتديك قيمه مقابل سعر. لو عايز تجميع مش عايز كيسه استيراد تقريبا هتبقى بنفس المواصفات بس هتزيد في السعر شويه. طيب تعالى اقول لك مواصفات كل قطعه على السريع. نبدا بالمعالج. المعالج جايب 4 كور و4 ثريد، تم اصداره 2012، قديم شويه لكن لسه بيقدم قيمه مقابل سعر. وجايب تردد اساسي 3.2 جيجا هرتز وبيوصل في البوست 3.6 جيجا هرتز. دي اهم الحاجات اللي تقدر تعرفها عن المعالج. وكمان تقدر تطور لمعالج كويس جدا زي الريسيفن 377. الباور اللي في الكيسه تقريبا 320 واط، يعني تقدر تركب كروت زي جي تي اكس 1050 تي اي او الار اكس 560 او الجي تي اكس 960. ولو جبت اي كارت من دول هيشتغل بدون مشاكل ويفرق معاك جدا في الاداء. في ملحوظه عايز اقولها ليك، ان رامات 8 جيجا مش افضل حاجه، عشان كده تبقى تجيب رامات 16 جيجا. وميزه البورد اللي في الكيسه انها بتدعم 4 سوكت للرامات. لو عايز تشوف اداء الجهاز هتروح على يوتيوب وتعمل الطريقه اللي قلت لك عليها. نيجي بقى لتاني تجميع معانا. التجميع دي في ميزانيه ال 100 دولار، يعني في حدود السعر ده اجهزه الاستيراد ما زالت كويسه وبتقدم قيمه مقابل سعر، بس برضه نقدر نجيب تجميعه. اقول لك على الخيارات المتوفره من اجهزه الاستيراد واقول لك برضه على تجميعه كويسه. نبدا الاول بالتجميعه. التجميعه هتكون بالمواصفات ديت. المعالج هيكون الفايف من الجيل الرابع مع رامات 8 جيجا مع بورده اتش 81 مع هارد 500 جيجا واس اس دي 128 وباور 320 واط واي كيس عاديه. هتلاقي التجميعه بدون كارت خارجي في حدود 3500 حوالي 70 دولار. وهنجيب كارت زي جي تي 1030 دي دي 5 او جي تي اكس 750 تاي 2 جيجا، او نجيب التجميع معالج الثالث وبورده اتش 61 بنفس المواصفات برضه، وتجيب كارت زي جي تي اكس 960 2 جيجا. هتكون افضل وهتاخد اداء افضل. وعلى فكره الفرق بين الجيل الثالث والرابع فرق لا يذكر، مع انه الجيل الرابع اغلى فرق كويس. تعالوا اقول لك مواصفات القطع اللي في التجميع. المعالج جايب 4 كور 4 ثريد وتم اصداره في 2013، وجايب تردد اساسي 3.2 جيجا هرتز وبيوصل في البوست 3.6 جيجا هرتز. يعتبر نفس مواصفات الجيل الثالث مع اختلافات بسيطه. تقدر تطور المعالج لمعالج زي الاسيفن 497، معالج كويس وهيديك اداء مستقر اكتر. لو طورت الباور بقى يا صاحبي تقدر تجيب كروت زي جي تي اكس 1060 او الار اكس 75. ولو مع معالج زي الاسيفن الرابع ممكن تجيب كروت زي جي تي اكس 1660 سوبر او جي تي اكس 1070. اللي بيميز التجميع عن الكيسه الاستيراد انه عندك امكانيه في التطوير كويسه، زي انك ممكن تغير الباور سبلاي بسهوله من غير ما تحتاج وصلات وحوارات من دي. وكمان الكيسات الاستيراد لازم تركب كروت شاشه بحجم معين على عكس التجميع. ومميزات الاستيراد برضه انه بيقدم قيمه مقابل سعر واغلى من الاجهزه اللي بتجمعها بنفسك. واللي بيميز الكيسات التجميع انك بتختار القطع بنفسك. تعال اكمل لك مواصفات التجميع. البورده اللي معانا البورده اتش 81، بورده اقتصاديه وكويسه لكن ممكن يجيب خيارات افضل، لكن هي بورده مناسبه جدا بالنسبه لسعرها. وهتركب معالجات الجيل الرابع بشكل كويس، والرامات 8 جيجا تبقى تجيب 16 جيجا. دي كل حاجه تقريبا يا صديقي محتاج تعرفها عن التجميع. تعال اقول لك على البدائل الموجوده من كيسات الاستيراد. عندك كيسات كتير جدا بتيجي بنفس المواصفات زي الاتش بي 600 جي 1 او الاتش بي زد 230. الافضل زد 230 عشان بتيجي باور 400 واط ومساحه اكبر شويه. غير كده الاثنين نفس المواصفات. ممكن يجيب اي كيسه من دولت مع كارت زي جي تي اكس 750 تي اي. وبالنسبه لميزانيه ال 150 دولار اللي هي حوالي 7000 جنيه، الفيديو اللي قبل ده عملنا افضل تجميع بالسعر ده. هسيب لك رابط الفيديو في الوصف تقدر تروح تشوف. قبل ما ادخل على التجميع اللي بعد كده ما تنساش يا عمنا تنزل تشترك في القناه وتعمل لايك للفيديو. مش هخسرك حاجه يا عم بس هشجعني عشان استمر. تعالى بقى لميزانيه ال 200 دولار اللي هي حوالي 10000 جنيه مصري. واللي شايف ان التجميع غالي حابب اقول اجمد كده ولا مش لا بص ما تعيطش، مش عايزك كده ها. اجمد
لسه اللي جاي جامد. بعيدا بقى عن المعلم اللي كان قاعد يتكلم ده، احنا في الميزانيه ديت بفضل انك تجيب تجميعه. يعني لو معاك اكتر من 10000 جنيه خليك في التجميعات، لو معاك اقل خليك في كيسات الاستيراد. طب بالنسبه بقى لتجميعه ال $200 المواصفات هتكون كالتالي: المعالج هيكون الرايزن 5 3600، معالج كويس جدا بالنسبه لسعره، وبورده بي 450، بورده كويسه وخيار كويس جدا ركب عليه المعالج ودعم الكسر السرعه. وهتجيب رامات 8 جيجا بسرعه 3200، وهارد 500 جيجا واس اس دي 128. وهنجيب اي كيسه عاديه وباور 400 واط. بعض القطع هتكون مستعمله، وهتلاقي بعض القطع مستعمله بس مع الكارتين. التجميعه سعرها بدون كارت حوالي $160 بما يعادل 8000 جنيه مصري. نقدر نجيب كارت زي الار اكس 75، بس خلي بالك وانت بتشتري الكارت لان اغلبيه الكروت دي تعدين. اختبر الكارت كويس وشوف اداؤه في الالعاب، بس لو جبت التجميع بالكارت ده هتزيد حوالي $10 او 500 جنيه مصري. في المستقبل هات كارت زي الار اكس 4060 او الار اكس 7600، كروت كويسه وهتركب على نفس المعالج بدون عنق زجاجه. من الاخر التجميع دي ممتازه وفيها قابليه للتطوير كويسه جدا. تعالوا لك مواصفات التجميع. المعالج اللي معانا في التجميع هو الرايزن 5 3600، معالج من الاصدار 2019، واحد من المعالجات المتوسطه اللي بتقدم قيمه مقابل سعر، وبيجي ب 6 كور و12 ثريد، وجايب تردد اساسي 3.6 جيجا هرتز، بيوصل في البوست ل 4.2 جيجا هرتز. المعالج شغال على معماريه الزين 2 وما فيهوش كارت داخلي. وعلى فكره يا صديقي المعالج ده بيقدم اداء اقوى من معالجات زي ال 5 9 ولا 5 10 كمان. والبورده اللي معانا هي البي 450، بورده ممتازه جدا للمعالج اللي معانا، وهتكون كافيه لو طورت المعالج زي الريزن 7 5700 اكس او الرايزن 5 5600. اقوى من كده يبقى فكر في بدائل تاني زي الاكس 570. والرامات 8 جيجا مش كويسه، تبقى تجيب رامات 16 جيجا. دي كانت اهم المواصفات والحاجات اللي انت محتاج تعرفها عن التجميع. تعالى بقى لميزانيه ال $300 حوالي 15000 جنيه. ناس كتير طلبت مني تجميع بالسعر ده. تجميع مواصفاتها تكون كالتالي: المعالج هو الرايزن 5 3600، نفس المعالج اللي اخترناه في التجميع اللي فاتت، وهنختار نفس البورده اللي هي بي 450. من الاخر يا صديقي هي نفس مواصفات التجميع اللي فاتت، بس الاختلاف في كارت الشاشه والتخزين والباور. هنجيب كارت جي تي اكس 1660 سوبر، وهتجيب اس اس دي ام دي 2 128 جيجا، والباور هيكون 500 واط من اي ماركه كويسه. التجميع سعرها بكارت الشاشه حوالي 15000 بالظبط، اللي هو $200 يعني. تعالوا لك مواصفات كارت الشاشه. طبعا احنا قلنا مواصفات المعالج والبورده في التجميع اللي فاتت. تعالوا لك مواصفات الكارت. كارت من اصدار 2019 وبيجي ب 6 جيجا في رام جي دي دار 6، وبيسحب حوالي 125 واط، يعني باور اقل من 450 واط مش هيكون كويس على الكارت. بما اننا عندنا باور 500 واط يبقى الكارت هيشتغل كويس باذن الله. وتاكد ان الباور فيه وصل 8 بن، لو في وصل 6 بن ممكن تجيب تحويله من 6 بن ل 8 بن، بس تكون وصله كويسه جدا. تعالى بقى لميزانيه ال $400 اللي هي حوالي 20000. طيب من اول ميزانيه بقى يا اخويا هقول لك على تجميعات جديده. مواصفات التجميع اللي معانا هتكون كالتالي: المعالج هو الاي 5 12400 اف، معالج ممتاز جدا وهيكون جديد في البوكس بتاعه. البورده هتكون هي الاتش 610، بورده اقتصاديه مش افضل خيار راكب عليه المعالج، بس هتكون كويسه، بس بلاش تركب معالج اقوى من كده. والرامات هتكون 16 جيجا بسرعه 3200، والتخزين هيكون اس اس دي ام دي 2 128 جيجا واتش دي دي 1 تيرا. والكيسه والباور بقى عندنا كومبو كيسه وباور وزجماتيك سكاي 2. التجميعه دي جديده بالظبط عامله 14000. باقي معانا تقريبا 6000 جنيه كارت الشاشه. هنجيب كارت جي تي اكس 1660 سوبر، والكارت هو القطعه الوحيده اللي في التجميعه هتكون استعمال، وتقدر تلاقيه بالمشتملات استعمال شخصي يعني. تعالوا اقول لك مواصفات التجميعه. عندنا المعالج تم اصداره في 2022 وجايب 6 كور و12 ثريد، تردد اساسي 2.5 جيجا هرتز، بيوصل في البوست ل 4.4 جيجا هرتز، وبيسحب حوالي 65 واط. دي اهم المواصفات بتاعه المعالج. هيجي بقى واحد ذكي نط في التعليقات واللي انت ليه ما اخترتش الرايزن 5 5600. هقول لك باختصار يا صديقي المعالج اللي معانا اقوى منه بسعر اقل. الله اكبر عليك. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ والبورده اللي معانا بقى هي الاتش 610، بورده اقتصاديه وما فيهاش مميزات كتير يعني. اهم ميزه انه سعرها رخيص وتقدر تشغل المعالج اللي معانا. لو عايز تطور المعالج افضل شوف بورده ثانيه. نيجي بقى لاخر ميزانيه وهي ميزانيه ال $500. افضل تجميع بالسعر ده بقى يا صديقي هتلاقيه في فيديوهين فاتوا عملناهم هنا على القناه، وهي تجميع اقوى من الاكس بوكس وتجميع اقوى من بلاي ستيشن. تقدر تروح تشوفهم، هسيب لك رابط الفيديوهات في الوصف باذن الله. وبس كده يا صديقي، وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. يا رب تكون استفدت من فيديو النهارده. لو عندك اي اسئله ومحتاج نصيحه ما تترددش تسيب تعليق تحت الفيديو. ما تنساش بقى تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. لو الفيديو عجبك ممكن تدعمني بلايك وتشارك الفيديو مع اصحابك عشان الكل يستفيد. وفي النهايه صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ودعواتكم لاهلنا المستضعفين في كل مكان.